وطبعا مش هننسى الجزء الاهم وهو جزئيه الكونتنت ماركتنج، لان احنا هنبتدي ننشئ مع بعض كونتنت فعال نقدر نفايرل بيه، نبدا نقاد فيه فاليو للعميل، نقدر نبيع فيه المنتج او الخدمه بتاعتنا للعميل بتاعنا. وطبعا لو اشتغلنا على نفس المنوال هنبدا ندخل مع بعض على جزئيه الويب سايت كريشن، لان الويب سايت كريشن من اهم التوبكس اللي عندنا في الدبلومه اللي هنبدا نتاسس فيه واحده واحده. وطبعا هنبدا نتعلم بايدينا ازاي نبيلد اب او نبني ويب سايت كامل عن طريق الووردبريس بشويه بيزكس وشويه مصطلحات وشويه بلجنز وشويه تكنيكس معينه هتبدا تبقى مؤهل ازاي تعمل ويب سايت للبروجكت بتاعك او حتى للكلاينتس اللي معاك. وطبعا مفيش ويب سايت من غير SEO، عشان كده هندخل مع بعض في عالم SEO ونتعلم ازاي نوبتمايز الويب سايت ده انه يبدا يظهر في جوجل اورجانيكلي عن طريق شويه عوامل وشويه فاكتورز مهمه جدا جدا جدا. وطبعا ما دام جبنا سيره SEO اكيد مش هننسى جوجل ادز، وجوجل ادز من اهم المنصات الاعلانيه اللي هنبتدي نتناولها. جوجل ادز من اقوى انواع الاعلانات اللي هنبدا نشتغل عليها. جوجل ادز هنتعلم فيه شويه تكنيكس وشويه هاكس لطيفه جدا جدا تقدر تبني كامبين كامله فروم سكراتش على جوجل لاي عميل ولاي اندستري انت داخل فيها. وطبعا بقى اللي هيميزك عن غيرك هو اهم توبيك عندنا وهو الديجيتال ماركتنج بلان، ازاي نبني خطه تسويقيه كامله للبروجكت بتاعنا او حتى للبروجكت بتاع العميل عن طريق شويه مودلز لطيفه جدا جدا هنبدا نتاسس فيهم مع بعض ونبدا نفهم ازاي نعمل سيتويشن اناليسيز، ازاي نبني استراتيجي كامله، ازاي نشوف انواع التاكتكس اللي احنا محتاجين نشتغل عليها، ازاي نعمل اكشن بلان. طبعا كل ده واكتر في عالم الديجيتال ماركتنج بلان. وطبعا ما دام في دبلومه يبقى في AI، عشان كده بنوفر لك مجموعه من ادوات الذكاء الاصطناعي اللي هتساعدك في شغلك بشكل كبير وتحسن من البرفورمانس بتاعك وادائك في مجال الديجيتال ماركتنج، وهنعلمك عليها باستفاضه اكتر واكتر عشان تاهلك بشكل كبير لسوق العمل. كل ده واكتر في دبلومه الديجيتال ماركتنج بتاعتنا اللي بتوفرها لك كرييتيف اكاديمي. ان شاء الله الدبلومه هتكون براكتيكال، الدبلومه متوفره اونلاين واوفلاين، تقدر تحجزها دلوقتي علشان تبقى مؤهل لسوق العمل في مجال الديجيتال ماركتنج.